خطأ أو misconception أنا كنت فاهمه من حوالي 7، 8، 10 سنين. إيه هي الطرق اللي إحنا ممكن نغيّر بيها حياتنا ونبتدي إن إحنا نزوّد دخلنا؟ إزاي تغتني وتغيّر حياتك في 2025 وإيه هي الطرق اللي أنت المفروض تتخذها عشان تجيب فلوس أو تاخد فلوس؟ أوعدك إن الفيديو ده هيبقى من أصدق وأكتر الفيديوهات اللي هي بجد هتفيدك، ده هيبقى عامل زي بالضبط كده أكنه كورس مجاني، فلو سمحت ركّز. وفي كام ملاحظة أنا عاوزك إنك تعرفها وتفهمها من البداية عشان بس نبقى على نفس الصفحة، وهي إن أنا مش شخص باقول لك إزاي تعمل فلوس عشان ييجي لي مشاهدات، عشان أعمل فلوس من إعلانات اليوتيوب. الحمد لله إعلانات اليوتيوب مقفولة، إعلانات كل السوشيال ميديا بلاتفورمز مقفولة، وده ببساطة عشان أنا دوّرت دينيًا وما كانش ألطف حاجة. كان في علماء بيقولوا إن هي حلال، في علماء بيقولوا إن هي حرام، بس عشان نتقي الشبهات. وده أنا مش باقول الكلام ده عشان أعمل شوشرة أو بلبلة، أنا مش واصي على حد، كل واحد واصي على نفسه. فدي أول حاجة بس عاوز إن أنا أقولها. وتاني حاجة للناس اللي مش عارفاني، أنا اسمي طاهر شعبان وأنا خريج software engineering اللي هي هندسة كمبيوتر. والحمد لله بعد ما اشتغلت كمهندس كمبيوتر كام سنة، الحمد لله فتحت البيزنس بتاعي واللي هو ماركتنج ايجنسي. الحمد لله اشتغلنا مع شركات كبيرة وصناع محتوى كبار، والحمد لله عندي كذا بيزنس. فأنا مش شخص جاي بقول لك كلام من دماغي، لا أنا جاي أقول لك الحاجات اللي أنا كان نفسي حد يقولها لي في البداية. وأنا في برضه نقطة مهمة جدًا وعاوزك تعرفها، وهي إن أنا مش شايف نفسي أحسن من أي حد، بالعكس. أنا ببساطة شايف نفسي إن أنا شخص ربنا الحمد لله بعد ما الواحد تعب وسعى، طبعًا توفيق ربنا أهم حاجة، الحمد لله الواحد في مكان كويس في حياته. ولو أنت مستغرب من المنظر اللي ورايا ده، أنا قاعد في بالي، وأنا الحمد لله عندي القدرة إن أنا أشتغل من أي حتة، والحمد لله عندي team وكل الكلام ده. فأنا مش شايف نفسي أحسن منك، وأنا باقول الكلام ده عشان في ناس بتبقى مقتنعة إن اللي قدامها شايف نفسها أحسن منها. لأ، أنا والله مش شايف نفسي أحسن منك، وأنا جاي إن أنا أساعدك. إن شاء الله ده يبقى صدقة جارية، وإن شاء الله يفيدك. ولو أنت ما استفدتش ما فيهاش أي مشكلة، اعمل لي unfollow أو اعمل block أو اعمل اللي أنت عاوز تعمله، بصراحة مش فارقة معايا أيًا كان. فأول حاجة عاوزك تعرفها وتفهمها، إنك لو سمحت انسى كل حاجة أنت اتعلمتها عن الفلوس وعن الأونلاين وكل الكلام ده. فدي نقطة مهمة جدًا. ليه؟ لأن من أخطر وأكتر جمل غلط بتتقال، إزاي نعمل فلوس؟ إزاي أعمل فلوس بالدولار؟ إزاي لأ، ما فيش حاجة اسمها إزاي أعمل فلوس. الفلوس دايمًا بتتحرك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الفلوس في flow على طول. يعني إيه؟ يعني بتروح من البنك للبيزنس، من البيزنس للموظفين، من الموظفين للسوبر ماركت بقى، للكشاك أيًا كان. فالفلوس دايمًا بتتحرك، فأنت لازم تلاقي ثغرة، لازم تلاقي مشكلة، ولازم إن أنت تسدها. فدي نقطة مهمة جدًا لازم تفهمها. ودي على فكرة خطأ أو misconception أنا كنت فاهمه من حوالي 7، 8، 10 سنين. يعني أنا كنت مقتنع إزاي أعمل فلوس، إزاي أعمل فلوس. لأ، الجملة دي غلط. الجملة دي بتخلّيك إن أنت تبقى فاهم إن أنت هتعمل فلوس، أصل هي مش كيكة، فاهم؟ أنت ما بتعملش كيكة، لأ، أنت لازم تلاقي مشكلة ولازم تحلها. فدي نقطة مهمة جدًا من البداية. طيب، إزاي إن إحنا بقى ناخد فلوس، أو إزاي إن إحنا نلاقي المشكلة؟ طيب، خلّيني الأول نتكلم على إيه هي الطرق اللي إحنا ممكن ببساطة نغيّر بيها حياتنا ونبتدي إن إحنا نزوّد دخلنا. أول طريقة، ودي واللي أنا مركّز عليها في الجامعة الأونلاين بتاعتي واللي هي Money Lab University، وهي الservice. يعني إيه؟ يعني service based business. يعني business أو مشروع مبني على إن أنت ببساطة بتوفّر خدمة للعملاء، أو خدمة للbusinesses، أو خدمة لأي حد. طيب، إحنا بنعلّم إيه؟ إحنا ببساطة بنعلّم graphic designing وبنعلّم video editing. طيب، ده مش معناه إن أنت ما عندكش خبرة الحاجات دي، لأ، في طبعًا services كتيرة جدًا. وعلى فكرة في services مش لازم تبقى أونلاين، ممكن الservice دي تبقى in person، يعني شخص لشخص، فاهم؟ أنت بتشوف شخص وبتعمل له خدمة. طيب، أنت المفروض تتعلّم إيه في 2025 وإزاي تتعلّمه عشان تبتدي إن أنت تعمل فلوس، تاخد فلوس. شوف أنا دايمًا باغلط في الموضوع ده، فطبيعي، عشان إن أنت تاخد فلوس من الناس. اللي أنت المفروض تتعلّمه هو، قبل ما أقول لك إزاي تتعلّمه أو إيه المفروض إن أنت تتعلّمه، لازم نعرف أنت أصلًا هتعرف اللي أنت تتعلّمه ده إزاي. مش هتعرف. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بطّل يبقى عندك العقلية
اللي هي انا هخش اسال الشخص ده سؤال واجابته هتغير حياتي. والله الدنيا ما بتمشيش كده. انت جاي لعبه، الدنيا دي ما هي الا لعبه. في اللعبه، اي لعبه انت بتلعبها على البلاي ستيشن او على الكمبيوتر، ببساطه بيبقى عندك كاركتر، والشخص ده او الكائن ده انت بتقعد كل شويه واحده 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 بتظبط له لبسه، بتظبط له اسلحته، بتظبط له الهيلث بار بتاعه، فهكذا. فهي دي بالظبط الحياه. فانت مش جاي عشان هوبا فاهم تعمل الكام مليون وتقعد، لا. طب انت هتقعد فين؟ ما انت هتزهق يا ابني. احنا كائنات بشريه بطبيعتنا، بطبعنا ان احنا كائنات اجتماعيه، وان انت بتحس بالعظمه او بتحس بالفخر من ان انت بتنجز حاجات، فاهم؟ فعاوزك تفهم الموضوع ده، عاوزك تفهم ان انت حياتك دايما هتبقى فيها صعوبات وفيها مشاكل وي، فتقبل الموضوع ده، خده بشكل كويس، ما تاخدوش اللي هو ياه اف مشاكل قرف، لا. ما تقعدش تفكر بالطريقه دي. فكر ان انت ببساطه انت جاي لعبه، وانت كل شويه عمال تابجريد، فاهم؟ وعمال تحسن الكاركتر بتاعك وكل الكلام ده. فدي نقطه مهمه جدا لازم تفهمها. طيب ازاي بقى تلاقي اللي انت عاوز، تلاقي الحاجه اللي هتعملك فلوس؟ لازم تفهم ان في الغالب نسبه قليله جدا من الناس اول حاجه بتجربها بتحبها. يعني ايه؟ يعني انت مثلا ممكن تجرب فيديو اديتنج، ما حبيتوش، ما بتحبوش، ما عندكش الخلق. جرافيك ديزايننج ما حبيتوش. طيب كوبي رايتنج، يعني انت تكتب مقالات بقى، تكتب سيلز بيجز، تكتب اللي تكتبه، فاهم؟ بلوجز او هكذا، محتوى، ممكن ما تحبش الكلام ده. طيب انت ممكن مثلا تبص على حاجه اسمها اي اي اوتوميشن. يعني ايه اي اوتوميشن؟ يعني ان انت ببساطه تحط سيستم للبيزنسز، ان هي بدل ما يبقى فيه عنصر بشري بيعمل كل حاجه بنفسه، لا، انت تحط سيستم، والسيستم ده انت هتستخدم فيه الذكاء الاصطناعي. فانت ممكن تعمل حاجه زي كده وتقول ايه ده، حلوه دي، انا بحب الحاجات دي، وبحب ان انا فاهم، بحب قوي ان انا اعمل الاورجنايزيشن ده، وان انا ابقى منظم، وان انا احط كذا وكذا واعمل سيستم وي. طب خلاص، لو دي حاجه انت بتحبها، فدي حاجه انت ممكن تبتدي تاخد فلوس من العملاء فيها. طيب ايا كان السيرفيس اللي انت هتقدمه، على فكره السيرفيس دي مش لازم تبقى بس يعني محصوره على فيديو اديتنج، جرافيك ديزايننج، كوبي رايتنج، اي اي اوتوميشن، لا. السيرفيس دي ممكن انت تبقى شخص سمسار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ببساطه في واحد عاوز يشتري عربيه غاليه جدا، تمام؟ وانت الانجليش بتاعك كويس، او انت يا سيدي مثلا الكوري بتاعك كويس قوي. طيب انت ممكن تتواصل مع حد في كوريا، فاهم؟ فانت تبقى الشخص اللي هو في النص. انت لقيت مشكله، واحد عنده مشكله، وانت لقيت الحل بتاعها، انت بقى في النص. فانت ببساطه تنزل له العربيه وتعمل فلوس، فاهم؟ في حاجات زي كده. فهي مش لازم، هي بس الموضوع مش محصور على ال هاي انكم سكيلز، لا، في حاجات تانية. طيب انت ببساطه دي اول نوع من انواع ازاي تاخد فلوس. بعد ما لقيت حاجه زي كده، لازم ان انت ببساطه تعرف ازاي تجيب عميل. طيب ازاي هتعرف ازاي تجيب عميل؟ لازم ان انت تبني بورتفوليو لنفسك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ببساطه لازم تعمل شغل. ممكن الاول تعمل شغل ببلاش، وبعديها تحطه على السوشيال ميديا، او تحطه مثلا على ويب سايت، فاهم؟ وبعد كده تعمل فيديوهات على السوشيال ميديا، وبعديها تودي الفيديوهات دي للويب سايت. بس لازم الناس تلاقي عندك بورتفوليو محترم. ما ينفعش يبقى عندك شغل اي كلام، ما ينفعش الدنيا كده تبقى فاهم بتبعت له مثلا الشغل على حاطط فولدر مثلا على جوجل درايف، فاهم؟ حاطط كام صوره انت عامل لها جرافيك ديزايننج ورميها على جوجل درايف، واللي هو بتبعت للكلاينت اللينك، لا. الموضوع ما بيمشيش كده. ليه؟ لان في واحد تاني ببساطه عامل بورتفوليو جامد جدا، وعنده لينكدين محترم وشكله بروفيشنال، وعنده ويب سايت وي. طب ما انت فكر فيها، حط نفسك مكان العميل. انا شفت ده وشفت انت، طب ما انا هختار مين؟ ما انا هختار ده. هل ده بقى معناها ان الدنيا جايه عليك والدنيا مش عاوزاك ان انت تغتني؟ لا. او ربنا مش عاوزك انك تغتني؟ لا. ما تفكرش فيها كده. فكر فيها ان ببساطه شخص ضحى بليالي وضحى بسهرات حلوه عشان يبني اللينكدين بتاعه، او عشان يبني البورتفوليو بتاعه. فبكل بساطه ربنا، عشان ربنا عادل، فربنا خلاه ان هو ياخد الكلاينت ده. من النقط المهمه جدا واللي لازم تفهمها، وهي ازاي ان انا اتعلم اي حاجه من الصفر، من البدايه خالص، لو انت حتى ما بتفهمش اي حاجه في المجال ده. والله العظيم احسن مكان تتعلم فيه ببلاش، احسن مكان تتعلم فيه ببلاش هو اليوتيوب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عندك كورسات ببلاش على اليوتيوب، عندك فيديوهات، عندك توتوريالز، عندك كل حاجه. لو انت طبعا معاك فلوس انك تستثمر في نفسك، على فكره انت كده كده هتضيع فلوسك، انت كده كده هتصرفهم على قهاوي، هتصرفهم على اكل،
هتصرفهم على لبس، هتصرفهم في الغالب، هتصرفهم على بنات، هتصرفهم على دخان، فكده كده هتضيع فلوسك. فانت اذا انت فعلا معاك بادجت ومعاك فلوس ان انت موجوده، استثمرها فعلا في نفسك. ما تشتريش اي حاجه، اسمع كلامي، ما تشتريش ولا لبس، ما كل الكلام ده بلح، كل الكلام ده مش هيغير حياتك. صدقني انا هنا في بالي انا قابلت ناس بيعملوا فلوس كتيره جدا، وانا ليا اصدقاء والله بيعمل من 50 ل 100 مليون في السنه، وده على فكره مش رقم اللي هو واو. وانا بقول لك لو بصيت عليه والله العظيم تقول ان هو مثلا معوش اكتر من 20,000 جنيه في الحساب بتاعه، فاهم؟ فلازم تفهم ان انبهار الناس بشكلك مش اهم حاجه. طبعا في شغلانات مهم ان انت تهتم بمظهرك، انت تبقى لابس لبس شيك وكل الكلام، زي مثلا الريل استيت، زي مثلا السيلز. بس انا بقول لك لو انت شخص عاوز ان انت تبتدي تاخد فلوس وتغير حياتك من البيت، فالحاجات دي مش اهم حاجه. طيب انت كده فهمت انت المفروض تعمل ايه، وفهمت انت المفروض تعمل ايه عشان تجيب عميل، وفهمت برضو فين هتتعلم الكلام ده. طيب على فكره برضه مش بس يوتيوب، في جوجل، وعلى فكره في تشات جي بي تي، وفي حاجات كتيره جدا، فدور وافضل وهتلاقي. وتيك توك على فكره مكان بقى فيديوهاته تعليميه جدا، وحتى انستجرام، يعني حتى السوشيال ميديا اللي الناس بتقعد تسكرول عليها ممكن بجد يتعلموا ويغيروا حياتهم. فده اول نوع من انواع ازاي تجيب فلوس. طيب تاني نوع ببساطه، وهو ان انت بتقدم منتج حقيقي، منتج يتلمس، يعني مثلا خشب، لبس، اكل، ان انت مثلا بتقدم ببساطه ان انت بتحضر للناس الاكل بتاعهم، فاهم؟ كل الكلام ده، او انت بتحضري للناس الاكل بتاعهم، كل الكلام ده. فانت بتقدم حاجه ملموسه. الشخص بيجي مثلا بيجي لك فيس تو فيس، يعني بيجي لك فاهم، وش لوش، بيديك فلوس، بياخد منك المنتج، عربيه ايا كان، او الموضوع ده برضه ممكن يتم اونلاين. طيب تالت حاجه وهي ان انت ببساطه يبقى عندك سوفت وير. يعني ايه سوفت وير؟ يعني ان انت يبقى عندك بلاتفورم مثلا زي سي دي، تشات جي بي تي. وعلى فكره الناس اللي مش عارفه، انا الحمد لله انفستور في شركه اي اي، والشركه دي ما شاء الله يعني مقدره برقم كويس، وعندي حصه بسيطه جدا 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 من الشركه، ولكن ما شاء الله بجد الشركه كويسه وبتكبر. فدي برضه حاجه من الحاجات اللي انت ممكن تفكر فيها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان انت ليتس سي ان انت مش كويس في التك، ماشي، انت مش كويس في البروجرامينج وان انت تبني بلاتفورم وكل كويس وكل الكلام ده، ولكن انت كويس يا سيدي في الماركتنج، انت كويس في ان انت تعمل محتوى وتعمل ترند وتعمل بابل وكل الكلام ده. طيب ما انت ممكن بقى تروح تلاقي حد كويس في التك، تلاقي حد كويس في ان هو يبني البلاتفورم، فاهم؟ فانت يبقى عندك التك حد متخصص فيه وكويس فيه، فانتوا تتحدوا مع بعض وتعملوا حاجه. شوف ايه المشكله. مثلا لما تيك توك طلع، تمام، كان في مشكله، وهي ان الناس لما بينزلوا فيديوهاتهم على التيك توك، مع الاسف الفيديو بيتسيف، بيتعمل له سيف على التليفون، بس بيتعمل له سيف بالعلامه بتاعت التيك توك. طيب في بلاتفورم، كذا بلاتفورم طلعوا، والبلاتفورمز دي ببساطه كانت انت بتحط اللينك بتاع التيك توك فيديو، وبعد كده بتنزل الفيديو، وبعد كده ممكن تنزل الفيديو على مثلا انستجرام، على يوتيوب، على ايا كان البلاتفورم. فدي كان حل بسيط جدا، مش حاجه صعبه ان هي تتعمل، وفي نفس الوقت كان في مبلغ بسيط جدا ان انت تدفعه. طبعا في حاجات ببلاش، ولكن انا بقول لك الايديا، فكره ان انت مثلا ممكن تكلون صوتك او تكلون وشك، كل الكلام ده ممكن يحصل. وعلى فكره اغلبيه الشركات الاي اي دلوقتي هي بتبني شغلها على الاي بي اي بتاع 11 لابس، وعلى الاي بي اي بتاع بسم الله الرحمن الرحيم اوبن اي اي، وعلى الاي بي اي بتاع دلوقتي ديب سيك داخل برضه بقوه جدا، الشركه الصينيه اللي هي مع الاسف دمرت الماركت الامريكي، ودمرت يعني ماركت خسر بليونز اوف دولارز يعني بسبب الشركه دي. فدي حاجه برضه انت ممكن تعملها. ففي طرق كتيره وفي حاجات كتيره جدا، فنصيحتي ليك هي ان انت افضل دور وحاول، بلاش تستسلم، بلاش تقول انا حاولت وما لقيتش، بلاش الافوره. يعني ايه يعني اللي هو شغلانه عايزه الحرق؟ لا، ايه الافوره اللي انت فيها دي؟ مفيش حاجه اسمها كده يا ابني. هتحرق الشغلانه؟ ما تقعدش تقول كلام فانت بتحصر او بتغلق، يبقى في عمليه كده ايه، فاهم، بتقفل دماغك على
ان الحاجه دي زي الزفت والحاجه دي وحشه، ما انت طبيعي هتشوفها زي الزفت وهتشوفها وحشه، انت عمال تبرمج العقل اللاواعي بتاعك على الكلام ده. فبلاش تقول كلام بيبقى فيه افوره، اللي هو مثلا شخص مثلا تعيس شويه او مثلا عدى بيوم صعب يقول لك انا مكتئب. المسميات دي لما تترمي كتير مع الاسف انت بتبرمج دماغك ان انا مكتئب، انا مش هنجح. ما هوش هتنجح، مش هتنجح، ومش هتغير حياتك، ومش هتبتدي ان انت تغتني، ومش هتعمل اي حاجه. فواحده واحده ابتدي، خد وقتك، ولو سمحت سيبك من كلام الناس، لو سمحت سيبك من كلام صحابك. ما تهتمش الناس هيقولوا عليك ايه، ما تهتمش اهلك هيقولوا عليك ايه، طالما انت بتعمل حاجه مش حرام، وطالما انت ما بتاذيش حد. الحاجتين دول مهمين جدا، ما تاذيش حد، والحاجه طبعا ما ينفعش تبقى حرام. فما تروحش تفتح لي كباريه مثلا، او ما تروحش مثلا تقعد تصور لي موديل او مثلا تعمل فيديو اديتنج لرقاصه، مع كامل احترامي يعني. وعلى فكره اصعب حاجه في الوقت ده في 2025 مش ان انت تعمل فلوس، تاني بقول لك تعمل فلوس، مش انت تاخد فلوس، او مش ان انت تغتني. والله اصعب حاجه في اعتقادي الشخصي في رايي المتواضع ان انت تغتني بالطريقه الحلال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت مثلا لو عندك شركه ماركتنج، تمام، طب ما انا ممكن كنت على فكره في البدايه، في بدايه مشواري خالص، على فكره دي مشكله واجهتني، ما انا كنت ممكن اروح مثلا لبيوتي صالون، او اروح مثلا لسنتر مثلا بيعمل فاهم نفخ وبيعمل شد وكل الكلام ده، واقعد اصور. والناس دول على فكره الاماكن دي بيبقى معاها بادجت كبيره، يعني بيبقى معاها بادجت وما عندهاش ما عندهاش مانع انها تدفع. او مثلا يا سيدي موديل او طب ما احنا كنا ممكن نعمل الكلام ده، ولكن هي الفكره ان انت تغتني بطريقه حلال، ودي صعوبه. افتكر كلامي كويس، اوعى تتخلى عن دينك عشان الفلوس. لو ده حصل مره هيحصل مرتين وهيحصل ثلاثه، وهتستحلي الموضوع، وهتوصل لمرحله ان انت مع الاسف وقعت في حفره انت غرقت فيها، لان انت البيزنس بتاعك كله مبني اصلا على الحاجات دي، فاهم؟ فانا بستغرب جدا لما اشوف مثلا شخص عنده شركه ايا كان الشركه ايه، ومبسوط قوي ان هو بيشتغل مع الموديل الفلانيه. يا ابني انت كل ده في ميزان سيئاتك. انت بتصور واحده وهي مثلا في فيديو كليب، ولا هي فاهم قاعده مثلا على البول، ولا هي قاعده مثلا على البحر، وانت بتصورها، والتيم بتاعك بيعمل ايديت للصور دي او الفيديوهات دي. انت والناس اللي شغالين عندك شاركتوا في الذنب ده، وانت خدت فلوس. هل بقى فلوسك دي هتبقى حرام؟ الله اعلم، الله اعلم. بس واحد فتح كباريه وبيبيع وبيجيب، والناس بيجوا عشان اللي هو بيجيبه وعشان اللي هو بيبيعه، طب كده فلوسه ايه؟ الله اعلم، رايي الشخصي فلوسه حرام. تمام؟ فبلاش الشبهات دي، حاول تتقي الشبهات. وانا يا جماعه في النهايه انا مش شخص مثالي، انا مش شخص طالع ابين لك ان انا ما بعملش معاصي وما بعملش، طبعا بعمل وبستغفر وكل الكلام ده، وربنا يهدينا جميعا. ولكن انا بنصحك كاخويا وكشخص مش عاوزك ان انت تعدي باي مشكله انا عديت بيها، وعشان كده بشارككم كل اخطائي وكل برضه نجاحاتي، لعل وعسى ان دي تفيد حد. واخر حاجه، شكرا لو انت اتفرجت لحد دلوقتي، والسلام عليكم.